أقل. فأنا ملي درت طلب النقد داروا لي رفض الطلب. لهنا ما عنديش مشكل، أنا القضاء المغربي على راسي وعينيا، وأنا أنهم برؤوني من الحساب هذيك بالنسبة لي الدنيا وما فيها، بالنسبة لي الدنيا وما فيها. أنا غنقرأ لكم ما جاء في حكم المحكمة بالنسبة للمتهمة دنيا باطمة بعدم مؤاخذة المتهمة. الله يخليكم سمعوني مزيان، حيت كاين اللي كذب الكذبه وتيقها فعلا وبغى بزاف يلصق فيا انا واختي انه حنا صحاب الحساب، بينما اكرر ابتدائيا واستنافيا انا واختي بريئات من حساب حمزه موبابي. ما كندخلوا ليه، ما كنشروا فيه تصاور، ما كنبتزوا الناس، ما كنقتلوا الناس فيه، ما كان حتى شي حاجه، حتى حاجه. انا غنقرا لكم دابا الحكم اخوتي وانتم شهدوا. بعدم مؤاخذة المتهم من أجل الجنح المشاركة عمدا في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والتهديد وتصريح ببراءتها من أجل ذلك. شنو كيدير حمزة موبابي؟ هي كتقولوا انه كيشوه الناس ويحطوا فيه تصاور ويبتزوا فيه الناس، والناس وصلوا عائله تشردوا، ناس ماتوا حيت ابتزوهم ونزلوا لهم تصاورهم حنا بريئات من هادشي ماشي ديالنا. هادشي اللي قال القضاء، واش حنا غنضربوا في القضاء؟ لا يعقل، يستحيل نضربوا في القضاء. انا غنمشي لختي. بالنسبه للمتهمه ابتسام باطمه بعدم مؤاخذه المتهمه من اجل جنح الدخول الى نظام شي هذا الدخول الى نظام هو دخلي في داك الحساب، ما كايناش. تبرأنا من هذا الشيء، حنا ماشي مالين الحساب وحنا ما كنبتوش فيه تصاور وما كنشوهوش الناس وما كان هذا الشيء كله تبرأنا منه. ماشي حنا حمزه موبابي وما عندناش القين السري هذا في الاستئناف، في الاستئنافيه الحمد لله تكتب لينا البراءه ديالنا بنفس هذا الشيء، وضاف انه ما عندناش القين السري، يعني ما كنقدروش ندخلوا لهذا الحساب، حنا ماشي ماليه. فحشومه وعيب وعار انه الانسان يكون كبير وعنده عقل ويبقى يضلل الراي العام ويبقى يكذب عليه طول هاد السنين ويبقى يتعنى بالقوه، يتعنى بالقوه يموت بالضعف. والقوي ما كيضرش، الضعيف اللي كيضر. القوي عمره ديما قلبه كبير، ديما الا تقالت في حقه شي كلمه الا كانت زوينه كتزيدو ثقه في النفس، الا كانت خايبه انا واثق في نفسي ما تهز فيا حتى شي شعره هذيك الكلمه، ولكن تهز فيا شعره الا كنت انا دايراها. ملفز كيقفز، ولكن انا ملي نكون ما دايرهاش بالعكس. 4 سنين كنقول لكم انا واحد الموقع نازل فيا ليل ونهار وانا عارفه شكون اللي كيقول ليه هكا باش تبقى تنازل على كل 4 سوايع، ولكن ما كيهزو فيا حتى شي شعره، لانه كل ما يقال لا يهمني، ما كيعنينيش، حيت انا ماشي كما كيقولوا. دونك ما كيعنينيش. الله يحسن العوان كياخذ فلوس، خاصو فلوس، الله يحسن العوان. الا كان هذا غادي انا سميتي غتزيدوا شويه د الفلوس باش يقدر يصرف على عائله اولا ما عنديش مشكل، ولو انه في التنمر، ولو انه في كياكلوا في لحمي 4 سنين و5 سنين و6 سنين، ما عنديش مشكل. دخل على ولادك ووكلهم هذيك الماكله، وملي طلع عند سيدي ربي شوف شنو غتقول لي، وملي غنتلاقاو انا وياك تما ديك الساعه شوف شنو غتقول الله سبحانه وتعالى. انا نقرا لكم بالنسبه لاختي ابتسام باطمه. بالنسبة للمتهم ابتسام باطمة بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل الجنح الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وعرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب به وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع
وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والتهديد والتصريح ببراءتها من أجل ذلك. غتقول لي دنيا علاش تزادتك 4 شهور في الاستئناف؟ انا غنجاوب. اول حاجه غنعاود نكرر لكم ان هاد الناس ملي بداو هاد المؤامره بداوها بواحد الزوبعه، لا هما قاصدين يعني كيفاش تم حبك هاد المؤامره بامتياز. عرفتي خاصك تعطاهم شهادات في الخبث. مؤامره بدات في السكرينات مفبركه، بدات قالوا قلتي، بدات شهادات الزور اجي يقول، بدات بنات حدا المحكمه كيتخلصوا باش يعايروا دنيا باطمه واختها وتفو الضرير في الكرش وانا حامله. شوف الانسانيه اللي ما بقاتش والرحمه اللي ما بقاتش لهاد الدرجه، وانا ساكته وكنشوف. عشت كاع الظلم كنقول ماشي مشكل، اسكت. عرفوا بانني انا ماده دسمه في الوطن العربي، لانه هما ما عارفينش لا اللي مشتكيين لا داك الموقع اللي كيكتب ولا غيره غيراتو، ما كيعرفوهمش في الوطن العربي عادي. يعني اذا فاتوا مطار محمد الخامس الله يعاون. فاستعملوا سميتي للضرر وتشويه سمعتي انا كدنيا باطمه، لانه شو غنقول لكم السبب شنو هو؟ حيت صوتي زوين. تخيلوا، حيت صوتي زوين وحيت جيت في واحد البيريود درت واحد تور في الصحراء، مشيت للعيون ومشيت للداخله ومشيت لطنطان ومشيت للقليمي ومشيت. ذنبي هذا، خاصني نتعاقب حيت انا صوتي زوين والدريه مؤامره حيت غنيت في الصحراء وحيت لبست الملحفه وليت كنمثل فوق الخشبه. فينكم من الله سبحانه وتعالى؟ فين غديروا وجهكم؟ فين؟ نرجع لكم الموضوع وصلب الموضوع. ملي ابتدائيا تبرأنا من الحساب وما بقيناش حنايا هما اللي الحساب، والقضاء الله يجازيهم بخير برؤونا من الحساب انا واختي، شنو يديروا الاخوان في الاستئناف؟ تخيلوا معايا فين وصلت بهاد الناس الجرأة. شهادة الزور، تشويش على الرأي العام، كبروها كبروها كبروها، زوبعة زوبعة زوبعة، ولا كلشي خايف من هاد الملف ورا ما فيه والو، ما فيه والو. قالوا حنا مالي حنا ماشي مالي، ما فيه والو. ولكن كيفاش بداوها بذكاء، الذكاء لواحد الدرجه ما تتصورش. غتقولوا لي داك الحساب مثلا مشيت هضرت شينها، انا فنانه كاع الناس كيدخلوا يهضروا معايا. هذاك الحساب تكلم مع مجموعه ديال الفنانين، بارك بزاف ديال الفنانين وجاوبوا قالوا لي الله يبارك فيك، وهضر مع بزاف ديال الفنانين. علاش بالضبط انا؟ علاش وانا ما قلت شي كلمه العيب، ما هضرتش وما عايرتش